عبد الله حمد بالطير العامري، نرحب بك راعي عنابه. الله يرحب بك على فضله. حدثني طويل العمر عن عنابه وعن انجازها اليوم في جائزة زايد الكبرى، وماذا يمثل لك هذا الانجاز؟ والله يمثلني شيء كبير والحمد لله على التوفيق. نعم، حدثني عن سلالتها واشتراكاتها. سلالتها ابوها مرموق الشيبه وامها انتاج عندنا. نعم. نعم، واشتراكاتها في السابق. اشتراكاتها تسبق عندنا وثاني في المراكز العاديه وفي الظفره، يعني مو بأنها جاهزه، يا الثالث جهوزها كان مو بكامل وجهزناها للمركاض الكبرى. الحمد لله جت على حسن الظن. يعني كنتم متوقعين منها السبق والكاس؟ نعم اكيد اكيد حطيناها الكاس لانها هي قده. نعم. نعم. حدثني الله يحفظك عن سلالتها. سلالتها شاهين الكليلي. شاهين. اي نعم. نعم. كيف شفت منافسات جائزة زايد؟ جدا صعبه. جدا صعب. نعم جدا صعبه وشوط قوي. متى ضمنت بالطير متى ضمنت الشوط، او متى عرفت انك انت راح تصعد منصات التتويج؟ عند ال 500 يوم ال 500 متر ضمنت الناموس. نعم، اصحاب السمو الشيوخ لهذه الرياضه كيف تشوف؟ والله شوف يعني شيء كبير تعتبرها انها شيء. نعم. وين السلام الشرف في نركض جائزة زايد الكبرى، لنا الشرف فيها. نعم، جائزة كبيرة بدعم كبير من أسسها المغفور له إلى اليوم، وهي علامة فارقة في رياضة اللجنة، صحيح؟ نعم صحيح الحمد لله. وين بتروح سلامات سلامات لهالهير والجبيب. نعم. وهلا الجبيب. نعم. ونقول لك ناموس دائم طول